اجيت قلت له طبعا انا وين جيت؟ جيت المكتب شؤون العشائر، مديريه شؤون العشائر في وزاره الداخليه، كون انه شيخ الشياء البهادلي هو عضو بناكه، هو مو موظف بس عضو بفك النزاع العشائري، وقلت هو صاحب حظ وبخت وما يقبل بهاي القضيه ولا يقبل بالعيبه. رايحه شؤون العشائر لان هم خالين شيخ الشياء عضو في فك النزاع العشائري، فالمفروض من اروح حتى يعرفون الشخص اللي يفك النزاع العشائري يجي يفك نزاع اللي بيني وبين هذا الشخص لان هو كفله. مع ذلك شيخ الشياء بنص المضيف يهددني بالقتل، مع ذلك يتجاوز علي. انت شيخ صاحب حظ وبخت. رجعت اللواء ناصر موجود وخليه يجي يسوي لي مناظره ويقول لي لا انت ما قلتي هذا الكلام. ناصر اني رجعت لك ثبت لي بمحضر انه اني اي شيء يصير علي ترى شيخ الشياء ودول الفريجه يقول للفريجي يقول له انت وياها والشارع تقتلها تقتلك كذا. قالوا له العالم لا ابو محمد شلون تقول هيك؟ قال له مو ملينا دمرتنا. ها زين انت تحرك الفريجي علي تريد يقتلني خلاص بالشارع؟ ليش انتوا حتخلصون؟ هم ايش قالوا لي؟ قالوا لي الا نروح نشتكي عليك ونخيسك بالسجن بدعاوي كيديه، يجيبون شهود يحلفون على القران، يجيبون ما ادري شو يصفطون وتمشي الدعوه طبيعي. قاضي يما اوراق ويما شهود، يجي الشاهد مجرد يحكي. مع ذلك اني سويت قلت له لواء ناصر وخلي يسمعني سيد الشمري، اني قلت مديريه شؤون العشائر مبنيه اغلبيتها مبنيه على المجاملات، تفك نزاعات عشائريه بس بالمجاملات. انا مش قلت هيجي زين مديريه شكبرها شعورها تابعه الى وزاره الداخليه وعميد نجم قاعد انا اتهدد بالقتل، بنيه واحده جايه. شيخ الشياء البهادلي يهددني بالقتل امام مكتب شؤون العشائر، امام مرسوم جمهوري وما حد حرك ساكن. انا ما اتكلم عبط، ديك هي الدعوه اللي يريد يروح يتفرج ديك. عدا هذا روحوا سألوا لواء ناصر، رجل خير بس ما بيده شيء، ما بيده شيء خلاص، الرجل صديقه. ومع ذلك يقول لك مع ذلك اني ما عندي صلاحيه على هذا الرجل، انا مديريه اعمل وفق انه اني افك النزاع العشائري بس ما اقدر احاسب لان هاي صلاحياتهم. وخلي يسمع السيد الشمري، مديريه شؤون العشائر مبنيه على المجاملات، وللاسف تهددت بالقتل امام مرسوم جمهوري وما حد وقف لي، وتسيست القضيه وراحوا وجاملوا شيخ الشياء البهادلي على حسابي.